ونخش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونخش على الفيديو القمر. الاكله النهارده جميله جدا واقتصاديه جدا، اكلتش كلها اقتصاديه وكلها في طاسه واحده بس. بصوا القمر ده. طب اقول لكم على حاجه، خشوا شوفوا الفيديو انا عملت ايه. هنا كده كان عندي قطعتين كده صدور مخليه. قلت ايه، محتاره صراحه، يعني قلت اعمل بيهم ايه، اعمل بانيه ولا اعمل بيهم شاورما. قلت لا، قومي يا بت ايه، اعملي الوصفه الجميله دي وان شاء الله تنجح وتبقى زي الفل وهتعجبكم قوي وجميل. انا هنا كنت غاسله الصدور الفراخ من عندي كويس جدا 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 ومصفياها وما فيهاش ولا نقطه ميه. قطعتها كده كده زي ما انتم شايفين وفرمتها في الكبه. تمام. عايزه اقول لكم الوصفه دي جميله جدا، جربوها تعجبكم قوي. حاسه ان صوتي مغلق كده، مش عارفه ليه. هنا عصرت بقى ايه، مهم جدا تعصري البصلايه كويس، مش عايزه يبقى فيه ميه عشان ما تفرولش منك ايه الكفته بتاعتك. تمام. هنا جبت معايا فصين توم، ومعايا هنا معلقتين دقيق ومعلقه كده من النشا. تمام. فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، وبهارات فراخ وكاري. ومعايا هنا دي مرقة دجاج اختياري. تمام. قلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه. انا حطيت ملح يا جماعة بس مش عارفة هو مش باين ليه. قلب 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 كله كده مع بعضه لحد ما تلاقيها كلها متماسكة في بعض كده، ونبتدي نكورها كور صغيرة مع بعض. تمام كده، كنت بكورها كده كور صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين. حبيبي يا رسول الله، كده كنت كورت عايزة تعمليها صوابع اعمليها براحتك. انا هنا كورتها كده صغيرة كده وخلاص. على كده جيت هنا الطاسة على النار، حطيت فيها معلقة زبدة وهحط فيها شوية زيت، معلقتين زيت على معلقة زبدة حلوة كده او سمنة بلدي المتاح عندك. ما عندكيش خالص عايزة تعمليها بزيت بس ما فيش مشكلة. وانزل بالكفتة القمر بتاعتنا علشان نحمرها. ده تحميرة حلوة كده. اللي على النار الناحية التانية دي كنت بسبك شوية طماطم من غير اي حاجة، من غير زيت ومن غير حاجة. ضربت 3-4 طماطميات كده وصفيتهم وحطيتهم يتسبكوا لوحدهم على جنب، لان ما كانش عندي صراحة طماطم متسبكة في الفريزر. هنقلبها بقى كلها كده عشان تاخد اللون الجميل بتاعها ده، بس بالراحة كده. بصي ادت لون تحفة. بس اجيب بقى ايه، مهم جدا الخطوة دي. جبت بقى ايه، فصين توم كده فرمتهم وشوحتهم كده معاهم. الخطوة دي مهمة جدا، عايزة اقول لكم بتخلي الريحة تحفة. نقلبها كلها، انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها تتقلب كده لحد ما ريحتها تطلع، وبعد كده نخش على اللي بعده. تمام. كنت مقطعه بطاطس عندي مكعبات. لو انتي مش عايزه تحطي بطاطس، عايزه تحطي بسله، جزر، كوسه، المتاح عندك، عايزه تعمليها باي حاجه بتبقى زي الفل. انا هنا كنت مقطعه بطاطس مكعبات وغسلاها ونقعاها وكانت زي الفل، ونزلت بيها وقلبتها وجبت معلقه صلصه. دي صلصه اللي هي البرطمانات عشان تعزز اللون معايا شويه. تمام. هنا كانت اتسبكت شويه الطماطم زي ما قلت لكم، اديتها غلوه كده ونزلت بيها على الكلام ده كله. حطيت هنا ملح وهحط كمان فلفل اسمر ونظبط الطعم بتاعنا ويبقى زي الفل. انا الناحيه التانية دي كنت بعمل رز بالشعريه. حطيت فلفل اسمر وحطيت كزبره وحطيت ملح وخلاص. على كده مش هحط اي بهارات تاني، لان طبعا انا مظبطه البهارات في الكفته فالدنيا تمام معايا. هنزل بقى كده بالميه، نغطيها كده بالميه المغليه. مهم جدا ان الميه تكون مغليه، بس انا هغطيها وخلاص على كده. تمام.
هاجي بقى على ما تاخد لها غلوتين حلوين كده، اجيب طاسة تانية على النار واحط فيها شوية لسان عصفور، مش كتير يعني، انا حطيت هنا حوالي 3 او 4 معالق كده ايه من لسان العصفور. تمام. عايزه اقول لكم بقى الطشه دي حاجه تانية خالص يعني. بصوا لسان العصفور خد اللون الجلد الجميل، وكنت طبعا مولعه على رز بالشعريه وظبطت الكلام. هنا بصوا بقى الطشه ايه. يلا بقى نغرف. هنا بقى عملت ايه؟ رز بالشعريه، وعملت بقى القمر بتاعنا ده. بصوا بقى، بصوا. عايزه اقول لكم لسان العصفور بقى مع الرز وايه، والكفته والبطاطس بقى، ونحط شويه صوص كده. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على القمر. يا تيجي ندوق، تيجي ندوق كده. يلا يلا ندوق مع بعض. بصوا لسان العصفور اصلا تحفه مستوي. بصوا بقى، تعالي قربي كده. بصوا الكفته، بصوا الكفته. يا لهوي على الجمال. استني 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 استني. بصوا الكفته مستويه، بصوا من جوه. نحط بقى كده، نجيب على الرز كده وناكل بقى. عايزه اقول لكم تحفه خطيره، جربوها هتعجبكم. كالعاده احنا مستعجلين وعايزين نروح نتغدى والاكل سخن، ما ينفعش الاكل يتاكل كده، لازم تتاكل سخنه. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد، وبحبكم قوي، وشكرا بجد بجد من قلبي لكل الناس اللي بتتابعني. انا مبسوطه جدا جدا جدا، وان شاء الله استنوني ان شاء الله فيديو جديد باذن الله، ووصفه جديده واقتصاديه. وعايزه اقول لكم صدر فرخه واحد بس عمل. بصوا، بصوا القمر. عايزه اقول لكم الاكله دي برضو تنفع للعزومات، تنفع لكل حاجه، كل حاجه قمر يا ناس يا قمر. يلا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم عند الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.